إبراهيم الجوهري أهو لا كان راهب ولا كان مكرس، ده كان راجل زي ما يكون كبير الكتاب بتاع محمد علي، يعني زي وزير مالية في أيامنا، وراجل مقبول عند ربنا. ده أنا مرة طلبت من الخدام الذين يستطيعون يعني أنهم يفكروا ويعملوا بحوث أن يعملوا لنا بحث عن العلمانيين في الكنيسة الذين أدوا خدمات كبيرة للكنيسة. طبعا إبراهيم الجوهري كان أخوه جرجس الجوهري، يعني برضو رجل قداسة وأدى خدمات كثيرة أيضا. ربنا بتاع الكل، بتاع الخدمة وبتاع التأمل. هو إله الذي يعتكف في حجرته أو في قلايته أو في مغارته في الجبل لكي يصلي، وأيضا إله الذي يجري شرقا وغربا يجول يفعل خيرا. إله أنطونيوس المتوحد في الجبل، وفي نفس الوقت إله أثناسيوس الذي يجاهد ويدافع عن الإيمان وينفى من على كرسيه مرات عديدة، فيجول أيضا في بلاد المنفى يجاهد من أجل الإيمان. ربنا إله الذين لهم مناصب والذين ليست لهم مناصب. إزاي يعني؟ هو إله سليمان على عرشه، وهو أيضا إله سمعان الدباغ الذي حرك الجبل المقدم. ده دباغ يعني جزمجي أو بيطبخ الجلود. إله البابا متاؤث القديس وإله الأنبرويس الذي لم تكن له وظيفة كهنوتية على الإطلاق، لا كان أسقفا ولا قسا ولا شماسا ولا راهبا ولا شيء، مجرد راجل بيمشي بجبله من حتة لحتة، لكن ربنا صنع به عجائب. ربنا إله كل من يطلبه بقلب سليم، إله الطاهرين وإله الذين يطلبون الطهارة من كل قلوبهم، إله القديسين وإله الذين يسعون إلى القداسة، وإله الذين لا يسعون إلى القداسة لكن إذا قادهم الله إليها يستجيبون له ويسيرون في طريقه. ربنا إله المظلومين، زي ما بيقول في المزمور الرب يحكم للمظلومين، وإله الفقراء وإله الجياع وإله العراة، وفي نفس الوقت إله الأغنياء الذين ينفقون أموالهم من أجل الله ومن أجل كنيسته، إله عابديه وإله الذين أنكروه حتى يرجعهم إليه، إله تلاميذه ال12 وإله الذين صلبوه وصلى قائلا يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، إله يوحنا الحبيب الواقف إلى جوار صليبه، وإله ديماس اللص المصلوب إلى جانبه. هو الله إله الكل.
والذي يفتقد الكل. الوحيدين اللي يكونوا تعبانين وربنا ما يقفش معاهم، لا أقصد الخطاة فربنا يقف مع الخطاة عشان يتوبهم. الوحيدون هم المتكبرون. في رسالة معلمنا يعقوب الرسول في الإصحاح 4 آية 6 بيقول: الله يقاوم المستكبرين. ما قالش يقاوم الخطاة عموما، هو بيسعى وراء الخطاة كما حدث في لوقا 15 وقبوله للخطاة الذين يتوبون. لكن الوحيدون الذين قال عنهم الكتاب أن الرب يقاومهم هم المستكبرون. الرب يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. لذلك فيه بعض كلمات صعبة جدا في أشعياء إصحاح 2 عن هؤلاء المستكبرين. بيقول إيه؟ كلام صعب. بيقول: إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع، على كل أرز لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط باشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفعة، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع، إلى آخره. بيقول: فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. إن أردت أن يكون الله معك تواضع أمام الله. إن لقيت نفسك ربنا مش سائل فيك وتعبان، قل: ربما هناك كبرياء في قلبي خلت ربنا يبتعد عني. ولكن ساعات ربنا لما يلاقي إنسان متكبر وعايز ربنا يجذبه إليه يحطمه بأشياء كثيرة لغاية لما الكبرياء تخرج منه. أيوب لما كان بارا في عين نفسه ذاق من التجارب الكثير،